تحتفل اليوم أسرة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالذكرى 18 لتأسيسها، والتي تصادف 29 أبريل من كل سنة، وهي مناسبة والتنويه بالمجهودات الجبارة وتضحيات الجسام التي يقوم بها هؤلاء الموظفين، ومناسبة أيضا للتعريف بالأدوار الأمنية والإدماجية التي يطلعون بها، وكذا إسهامهم في الحفاظ على الأمن والنظام العام. مناسبة كذلك لتتويج الموظفات والموظفين المتميزين الذين تم اختيارهم هذه السنة بالنظر لمردوديتهم وانضباطهم وتحليهم بما هو منصوص عليه بمدونة السلوك المهنية. الاحتفال كذلك هو فرصة لدعوة جميع الأطر والموظفين إلى التحلي بروح المسؤولية العالية والمثابرة والجدية لربح الرهانات المستقبلية والآنية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لا سيما بعد تنزيل مجموعة من القوانين التي لها ارتباط لتسيير وتدبير المؤسسات السجنية، وأخص بالذكر القانون 23 من 42-23 المتعلق بالعقوبات البديلة، والقانون 023 المتمم والمغير للقانون 22-01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، خاصة المواد التي تنص على التخفيض التلقائي للعقوبة، وهي مهام كبيرة وجسيمة تنضاف إلى المهام المضنية التي يزاولها هؤلاء الموظفون وهؤلاء الأطر ليل نهار، وبالتالي فإنهم ملزمون بالتحلي بروح المسؤولية العالية وبالكفاءة العالية حتى يكونوا في مستوى هذه المستجدات ومستوى تطلعات السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة إدماج، الذي نتوجه له بهذه المناسبة بأحر التهاني، شاكرين لسيادته كل المجهودات التي يبذلها ولا زال يبذلها من أجل تحسين الوضعية المادية والإدارية والاجتماعية للعاملين بهذا القطاع. كما يتزامن هذا الاحتفال مع نهاية المخطط الاستراتيجي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المخطط الاستراتيجي 2022-2026 الذي يرتكز على 5 محاور أساسية. المحور الأول أنسنة ظروف الاعتقال، المحور الثاني تطوير برامج تأهيل السجناء، المحور الثالث تعزيز الأمن والسلامة بالسجون، المحور الرابع تعزيز القدرات المؤسساتية للإدارة، المحور الخامس والأخير دمج مقاربة النوع الاجتماعي والبعد البيئي في تدبير المؤسسات السجنية، وهي مهام جسيمة تقتضي كما قلت كفاءة عالية من لدن هؤلاء الأطر والموظفين. وكما أود أن أشير إلى أن هذا الاحتفال هو مناسبة لنجدد تعلقنا وتشبتنا بأهداف العرش العلوي المجيد وتجندنا الدائم تحت شعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك.